الفارس في مباراة طبعا اعتاد الكل هذه المرة في هذا المسرح الجميل، طيران الرياض متروبوليتانو. 70,000 لو كان هذا الملعب في هذه الأمسية يتسع لأكثر من هذا الرقم لكان ممتلئا عن آخرة. هذه المهمة الصعبة اليوم لحكم مباراة خافير البيرولا روخاس، الرجل الشاب اللي عمره 4. وريال مدريد دربي آخر ثالث للفارس الماضية. كرة من ضربة ركنية خطيرة في البداية الأولى الآن، والمحاولة البرنابيو في المرحلة الثانية من الديربي. الانطلاقة للأمام والفرصة وكرة هدف، لكن بتضيع في اللحظة الأخيرة. ماذا أضعت يا سورو؟ ماذا أضعت يا إلكسندر في الكرة الماضية؟ انفراد كان صريحا بداية لديربي العاصمة بيلينغهام، لكن يعطي عمقا أكبر لخط الوسط. يعلم بأنها مباراة خط الوسط. كرة هدف لجوليان الفارس. لدينا انطلاقة، لدينا صافرة من البيرولا روخاس ب 22 هدف في كل هدف خيالي سجله في ولدينا جولر شواميني كذا يراها عاشق أتلتيكو. مباراة في الليغا المثيرة تأتي الحسابات. كرة تلعب للأمام الآن، انطلاقة في هذا المكان، يله من مرور لباريوس يأتي بالكرة. الله 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 الله، حلوة الكرة، حلو الديربي، حلوة الكرة، حلوة لأتلتيكو مدريد. كرة من ضرب الديربي التي حتى الآن مباراة وحتى الآن الديربي يذهب بصورة راقية جميلة، والكرة موجودة وجوليان الفارس يأتي بكرة خطيرة. الله الله، الجائع لا يستسلم بسهولة، الجائع لا يستسلم بسهولة. ديربي يبدأ، هذا ما يليق بالديربي، هذا ما يليق بالديربي، والهدف الأول في المباراة للديربي. وأهدى لمشاهدي بين سبورت الهدف الأول في هذا الديربي المثير. تلعب الآن وتصل بعد ذلك كرة الماضية، كرة تلعب خطيرة في هذا المكان. المحاولة فارس، الكرة تلعب عالية باسم الليدود. كرة تلعب الآن ذلك لدينا أردا جولر، ولكنه يرتكب الخطأ هنا. الضغط الذي يمارس أتلتيكو مدريد ضغطا رهيبا في البداية الأولى. الكرة خطيرة، مرت والمدريد لا شك في ذلك. ريال مدريد لكن ردة الفعل الكبيرة. الله ماذا أضعت يا جوليان الفارس؟ ماذا أضعت؟ لأن ريال مدريد لن يبقى به. الرجل الكبير الآخر طبعا بيريز. هذه محاولة، كرة تلعب الآن للأمام ومرة أخرى الضغط، كل الضغط. مدريد يستمر أتلتيكو مدريد ويقدم حتى الآن 3 خطر الأهداف خطيرة من ضربة ركنية. الكرة الماضية طريق جولر يأتي بكرة والهواء في الشوط الأول من المباراة. الآن ريال مدريد يبدأ الآن. الله، سهم مدريد القاتل وسلاحه الفتاك، سهم ريال مدريد القاتل وسلاحه الفتاك. إنه مبابي أول واحد ربما من أجمل، يجعل المباراة بعد ذلك أن لا تضيف هدف ثاني، فإن الوضع طبيعي جدا. الكرة بأقدامه والكرة في المكان السليم، فكر في الخطوات بعد ذلك اللي صار. الكرة الآن التسديدة يعطيك اللمسة. الله العودة، وبدأت الكرة جدا لأتلتيكو مدريد. يعشق هذه الأماكن، يأتي بكرة ويحصل على محاولة. كرة مرت ريال مدريد تلعب المكان. ماركوس يورنتي 9 دقائق أخيرة وصلت لريال مدريد، يعشق المساحات ويتقدم الآن، عاشق أكبر للمساحات. فينيسيوس جونيور يأتي بالكرة، يمر بصورة ممتازة. الله عاصفة بيضاء تهب في المتروبوليتانو، عاصفة بيضاء تهب في المتروبوليتانو. أردا جولر التركي الذي يسرق الأضواء في الشوط الأول،
أردا ممكن يصدق. الله الله استمر عن طريق الصغير برافو. يا لها من مهارة تركيا. كارفاخال على المرتدات. كاريراس بركنية تلعب. الله يعودون من أجل أن يعطي كل ذي حق حقه. في هذه اللحظات يتقدم الآن ويعلن إلغاء الهدف. طبعا إلغاء الهدف ويقول بأن هناك لمسة يد على لونلي. تصور لونلي يروح كرة تلعب الآن وأتلتيكو لم يرمي في أيضا حرمان الآخرين من الكرة. كرة تلعب تصل في مواجهتين سابقتين. الشوط الأفضل في مباراة ديربي عليك أن تكون كذلك. الله يا للجنون سوروس يرتقي ويعادل أتلتيكو مدريد. الشوط الأفضل لأتلتيكو مدريد يحضر في الديربي. شيء كبير من جد في مباراة. هذه كرة عمل كبير على المستوى البدني. الصافرة تحضر تلعب وتصل وكان فرصة للأمام. الذي يتقدم يفقد كرة مستمرة. آخر فرصة واعتقد الآن حضرت الآن صافرة خبير. طبعا روخا المدريدي السابق يورنتي خطير ولا أخذوا هات الفكرة للأمام. وبعد ذلك طالت على كيليان مبابي. طالت على كرة للأمام. هذه خطيرة لا شك في ذلك. صار كرة في المكان السلام والكرة تلعب واسينسيو بديل بالمحاولة مرة أخرى. تلعب تبعد ويحتسب ضربة جزاء. هل كان الخطأ على كاريراس أو أردا؟ اللاعب جوليان الفاريز يتقدم ويحصل على خطأ في هذا المكان. واسينسيو حرة مباشرة. جوليان الله حلوة قوية. حاول فيها مفاجأة كورتوا. ضربة جزاء يسجل الفاريز يؤكد أن الدربيات لا تلعب أخرى. كورتوا هو حائط الصد في الكرة الماضية. هذه الكرة من نيكولاس غونزاليس ولكنها تمر بطيئة على الله. ما لي هذا الجنون آخر. ما لي جنوني هذا الدربي آخر. هدف خيالي. ما لي جنوني هذا الدربي آخر. هدف رابع لأتلتيكو مدريد وثاني. الرسميه بص حضرتك والوديه كمان. انا بركز مع حارس المرمى. الكره مثلا عند الكورنر اللي هناك بشوفه واقف فين. انا مش غير ما اكلمه وبدون عندي مش برضه اكلمه. لو واقف سليم انا بغششهم اهو. خدوا بالكم هو بيحصل تدوين اهو من فتره. بكتب سليم. الكره اتنقلت من ناحيه الشمال ناحيه اليمين ناحيه الشمال. قلب مع الكره يبقى هو الراجل عايش في المباراه. انما لو الكره مثلا عند الكورنر هناك وهو واقف عند ال6 يارده ادي خطا واكس ان هو حارس مرمى نايم. الكره اتنقلت عند دايره 18 بتاع الخصم وهو واقف جوه ال 18 بتاعته اكس يبقى حارس. فاهمني حضرتك؟ انما لما يمشي مع الكوره وينقل ويكلم المدافعين اللي قدامه ويخليهم في حاله تركيز يبقى الحارس ده عنده توافق عضلي عنده تركيز مع المباراه. غير كده يبقى حارس اكس. يعني لازم ما هو انا بقول لحضرتك ايه اللياقه الذهنيه. انت هيجي لك في المباراه حارس المرمى حاليا بيجي له لما تكون انت ضاغط على الفرقه بيجي لك 3 كور او كورتين. لو انت مضغوط بيجي لك بتاع 7 8 كور. انت واكتر كمان لو مضغوط بقى. اقول مثلا جاله 10 كور وهو ما هو بيعلى تركيزه